السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك وأعوذ بك من الشيطان الرجيم. أهلا وسهلا بأصحابنا وزوارنا ومتابعينا ومدعمينا وكل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بنرحب بكم جميعا. معانا النهارده عربية جميلة، عربية شبابية، عربية ثبتت وجودها في السوق المصري، العربية ذو المشقة والأعمال الشاقة وكانت حلم ناس كتير قوي بالنسبة لنا في الألفينات والتسعينات. معانا سوزوكي فيتارا موديل 1998. العربية رشة بره. ايه مواصفات العربية؟ ايه كماليات العربية؟ بناخد بصة سريعة عنها. واخويا وحبيبي اللي بعتمد عليه على طول محمود، يا ريت يا محمود توضح لنا العربيه وتشرح لنا العربيه في عجاله سريعه كده، عشان العربيه النهارده موديل 98 فما فيهاش كماليات كتير برضه زي الاوبشنات زي بتاعت العربيات الموديلات دي. لا ازاي يا استاذ اشرف، العربيه ما شاء الله كلها كماليات. العربيه معانا النهارده نازله جميع الكماليات، اوتوماتيك، دفع رباعي، فيها فتيس غرز. فيها غرز ده يعني ده فتيس غرز. بتشتغل دفع خلفي وتشتغل دفع رباعي، والعربيه اوتوماتيك، 2 ازاز كهرباء، وفيها تكييف وفيها باور وفيها كاميرا خلفيه وفيها كاسه شاشه ما شاء الله، وفيها زينون عالي وفيها زينون واطي. ما شاء الله. النهارده معانا 2 باب، ما شاء الله، 2 باب 1600 اوتوماتيك. تمام. العربيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يعني دي نقول عليها عربيه جيب ولا نقول عليها عربيه كوبيه ولا نقول عربيه عليها عربيه ايه بالظبط؟ عشان العربيه دي محيره قوي، بس عربيه جميله قوي على فكره، واساسياتها جميله قوي، العربيه واقفه ما شاء الله. ما شاء الله العربيه تقول عليها كوبيه 4x4، وفي نفس الوقت مميزه بالعلو بتاعها والارتفاع بتاعها عن الارض، فطبعا هتنفع معانا في الطرق المصريه والحواري والمطبات واربعه في اربعه برضه، يعني جر امامي وخلفي، وشبكه فوق السقف كده شكلها حلو قوي برضه مع العربيه. شبكه فوق طبعا زي ما وضح الاستاذ اشرف، وفيها الشنطه بتاعتها بتتفتح زي كده، وفيها ميزه ثانيه كمان نقدر نوريها لكم، الكراسي بتاعتها الخلفيه بتتني كده. نقدر لو هنستخدمها كمساحه تحميل، يعني بتبقى عندي كرسي كمان كده، ده كده وده كمان كده، بقى عندي مساحه كبيره للشنطه، يعني مساحه كبيره قوي تستوعب حاجات كتير قوي ما شاء الله. غير ان العربيه على قد ما هي عربيه صغيره كده وتحس ان هي صغنونه، بس عربيه جميله قوي ما شاء الله. نرجع الكراسي تاني. تمام تمام. العربيه اساسيتها ودواخلها فابريكا. العربيه حتى شكلها من بره شكلها جميل قوي، حتى البويه اللي واخداها من بره لسه واخداها من قريب، ما فيهاش تجاريح كتير، ما فيهاش خرابيش زي ما احنا شفنا الجنب اليمين ووضحنا معانا. العربيه فيها كمان طقم كاوتش كويس جدا بحاله كويسه جدا، بنحاول نوضحه معانا في التصوير بمنظرها من الجنب شيك قوي. العربيه تمشي شبابي تمشي بناتي. العربيه لو الاماكن الوعره او بتحتاج شبكه علويه في مكان كمان تخزين فوق السقف زي ما احنا شايفين العربيه. ومحمود بيشرح لنا العربيه بصراحه جميله جدا في كمالياتها وفي الاوبشن بتاعها، على قد ما هي موديل قديم. ده الازاز الكهرباء بتاعها، تمام. وهنا في العربيه مرايات كهرباء، تمام. وفيها فوجات، فيها نور قدام ليد زينون عالي وواطي، وفيها فوجات، وفيها طب بندور العربيه ونشوف شكل، وفيها كاميرا وكاسه تاتش، كاسه تاتش كمان ما شاء الله، وفيها وتكييفها كمان. لا ما شاء الله، يعني حتى لما من اول سنه مارش ما شاء الله دارت على طول. بص الار بي ام بتاعها ثابت العربيه ما شاء الله. والتكييف بتاعها برده ما تنساش نقول ان هو ما شاء الله تكييف ثلج، حاجه ياباني يعني ما شاء الله. التكييف شغال؟ شغال، تكييفها ثلج ما شاء الله، كل حاجه فيها شغاله بفضل الله. ما شاء الله. معانا النهارده دواخل فابريكا جميع الكماليات، موديل 98، وده الكاسيت بايونير. تمام. تاتش، في بلوتوث وفي تاتش وفي كل حاجه. تمام. وهنا في اماكن تخزين بتاع العربيه، مساحات تخزين، وطبعا في اللومات بتاعتها. وهنا الفتيس الغرز زي ما قال محمود. والعربيه 1500 سي سي؟ لا العربيه 1600. 1600 سي سي تعتمد عليها، تقدر العربيه تسافر بيها، تخش بيها اماكن وعره او تمشي بيها في طرق اسفلت عاديه. ما شاء الله. حتى البادج عليها مكتوب عليها سوزوكي. فعلا التكييف بتاعها يا جماعه حلو جدا ما شاء الله. طبعا في المشي والاداء هتدي اداء تكييف. تمام. هنفتح الكبوت كده ونبص بصه على اوضه الموتور. اوضح مع حضراتكم الفرش بس يا حاج اشرف. تمام. بتاع الكراسي وبتاع فرش جلد. العربيه معمول لها فرش جميل مخدوم بصراحه. العربيه بحالتها، التابلو ما شاء الله برضو بحاله الزيرو، ما فيهوش العربيه كاساسيات يا جماعه اساسياتها سليمه جدا، وزي ما احنا شايفين ان العربيه تكون موديل 98 بالحاله والرونق ده، يعني دي حاجه كويسه جدا. عربيه بالنسبه لموديلها وحالتها دي حاله كويسه جدا بسم الله ما شاء الله كموديلها.
وان هي العربيه دي ما شفتش عامله قد ايه كيلومتر يا محمود؟ العربيه دي ماشيه 180,000 كيلو متر. ما شاء الله. ودواخل الفابريكا زي ما احنا شايفين العربيه على ابوها ما شاء الله. البطاريه جديده. وده الستيكرز او بيانات العربيه من الشركه، رقم الشاسيه ورقم بتاعها الموتور. هي زيرو. بالظبط حتى كده. الاستيكرات بتاعت الاعتماد اللي هي بتاعت شركه سوزوكي موجوده في الحوض زي ما هي. لا العربيه ما شاء الله مش هنقدر نقول ان هي حاجه كويسه جدا، وعربيه تخدم يعني على قد ما هي موديل قديم، مش على يعني عربيه مستهلكه او عربيه تعبانه، لا عربيه حالتها حلوه. وبعدين المفاجاه كمان ان سعرها منافس جدا 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 يا جماعه. يعني العربيه سعرها احنا بنتكلم في 250,000 جنيه سعر العربيه ده. ما حصلش سعر بكانتو، ما حصلش سعر بكانتو مانوال النهارده. سعر متداول. لا السعر بالنسبه للسعر السعر كويس يا محمود بالنسبه لظروف السوق، وبالنسبه لكماليات العربيه، بالنسبه كمان ان هي عاليه على الارض وتنفع جدا للشوارع والطرق المصريه. وعربيه تمشي جيب وتمشي شبابيه تمشي بنوتي تمشي اي حاجه. العربيه حالتها كويسه جدا. 98 عامله 180,000 كيلو ياباني. رشه خارجي. العربيه ياباني. اتشرفنا بيكم ونكبر بيكم، بنكبر معاكم، واسفين على الاطاله واسفين لو قصرنا نوصل معلومه كامله. وانتظرونا ان شاء الله في القريب العاجل بعربيه ثانيه باسلوب ثاني بتصوير اوضح بتفصيل اوضح وشرح احسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تلحق يا ما تلحقش. النصيب علي عامل كبير. سلام. خد علي يا حود.